السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قراءة أخرى في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. يقول: مغفل يعاتب ربه. وكان لبعض المغفلين حمار، فمرض الحمار، فنذر إن عوفي حماره صام 10 أيام، فعوفي الحمار فصام، فلما تمت مات الحمار، فقال: يا رب تلهيت بي، ولكن رمضان إلى هنا يجيء، والله لا آخذن من نقاوته 10 أيام لا أصومها. هرب الأعرابي من الصلاة، وصلى بعض الأعراب خلف بعض الأئمة في الصف الأول، وكان اسم الأعرابي مجرما، فقرأ الإمام والمرسلات سورة والمرسلات عرفا إلى قوله: ألم نهلك الأولين، فتأخر البدوي إلى الصف الآخر، فقال الإمام: ثم نتبعهم الآخرين، فرجع إلى الصف الأوسط فقال: كذلك نفعل بالمجرمين، فولى هاربا وهو يقول: ما أرى المطلوب غيري. أعرابي يرى صورة الفيل من الطوال. وصلى أعرابي خلف إمام صلاة الغداة، وهي صلاة الصبح، فقرأ الإمام سورة البقرة، وكان الأعرابي مستعجلا ففاته مقصوده، فلما كان من الغد بكر إلى المسجد، فابتدأ الإمام بسورة الفيل، فقطع الأعرابي الصلاة وولى وهو يقول: أمس قرأت البقرة فلم تفرغ إلى نصف النهار، واليوم تقرأ الفيل، ما أظنك تفرغ منها إلى نصف الليل. أعرابي صالح ومغفل. وكان أعرابي يصلي، فأخذ قوم يمدحونه ويصفونه بالصلاح، فقطع صلاته وقال: مع هذا إني صائم. وتذاكر قوم قيام الليل وعندهم أعرابي، فقالوا له: أتقوم بالليل؟ قال: إي والله. قال: فما تصنع؟ قال: أبول وأرجع أنام.